رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلام. النهاردة فيديو جديد وحلقة جديدة وفيديو جديد معانا. في البداية نورتونا في قناتنا، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل أخبار الكورة أول بأول ويوصل لكم كل جديد الفترة اللي جايه. انشيلوتي يعلن عن رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد ويعلن عن نواياه مع الفريق الفتره الجايه. صرح مدرب ريال مدريد انشيلوتي ان هو بيأمل ان هو النادي يحصل على مهاجم يكون سوبر، وقال ان هو السنه الجايه لازم يكون عنده مهاجم سوبر، وقال ان هو هيجدد الثقه في مودريتش. نقدر نقول ان انشيلوتي قال اللي هو محتاجه الفتره الجايه مع ريال مدريد عشان يقدر يستمر او عشان يقدر يلبي طموحات فريق زي ريال مدريد. قال انشيلوتي ان هو عايز مهاجم سوبر، يعني من الاخر كده عايز حاجه زي هالاند او زي هاري كين على الاقل، وما يكونش اقل من هاري كين. وقال كمان ان هو مودريتش السن مش باين عليه وان هو هيعتمد على مودريتش بشكل كلي الموسم القادم. وقال ان هو توني كروس ومودريتش مالين مركزهم ومش هيحتاج حد غيرهم، لكن هو محتاج دعم في منطقه الهجوم لان يعتبر بنزيما اللي بيلعب في ريال مدريد لوحده، وده غلط لان اكيد بيحتاج مهاجم تاني معاه، او على الاقل مهاجم وهمي، او على الاقل بديل ليه لما يكون مش في فورمته او حتى لما يكون مصاب. انشيلوتي صرح وقال ان هو ريال مدريد محتاج مهاجم يكون سوبر زي ما قلنا كده، حاجه زي هالاند او على الاقل زي هاري كين، وقال ان هو هيقدر يحقق انجازات كتيره لو بقى عنده التيم ده، لان التيم بتاعه ناقص مهاجم، وده النقص اللي شفناه في ماتش مانشستر سيتي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واللي بنزله دايما يعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ولو انت من محبين الكوره فالقناه دي تخصك، احنا بننزل اخبار كوره اول باول، وان شاء الله اللي هننزله الفتره الجايه هيعجبكم. انتظرونا في كل جديد على قناتنا ان شاء الله، واخبار جديده مع فريق جديد او نادي جديد او مدرب جديد.